تخيل انك ممكن تشيل الماده لانك مش لاقي المصادر المناسبه اللي تذاكر منها الماده دي واللي تقدر تفهم منها. واكتر حاجه كانت مرعبه بالنسبه لي اني افشل في الماده الاساسيه او المواد اللي مبنيه عليها اصلا الكليه بتاعتي، زي مواد البرمجه واساسيات الحاسوب. ولكن انا قدرت ان انا اتخطى المرحله دي بكل سهوله بفضل ربنا، ثم بفضل القنوات اللي هقول لك عليها النهارده على اليوتيوب. ازيكم يا شباب؟ انا يوسف، واللي ما يعرفنيش انا في سنه ثانيه كليه حاسبات ومعلومات، وفي سنه اولى قدرت ان انا اتفوق واطلع من اوائل الكليه باقل مجهود ممكن وبدون ما اذاكر بالساعات ومذاكره اليوم اللي قبل الامتحان. ولكن في الفيديو اللي فات انا ما ذكرتش المصادر اللي كنت بذاكر منها وطريقه المذاكره اللي كنت بذاكرها اللي خلتني اقدر اطلع من اوائل الكليه باقل مجهود ممكن، وده خلاني اوفر وقت كبير جدا واوفر مجهود، وحتى خلاني ان انا اتخلص من التوتر بتاع ان مثلا في دكتور انا مش فاهم منه، فكنت خايف جدا ان ما الاقيش قنوات يوتيوب او ما الاقيش اي حد يساعدني في الحوار ده. ولو كنت سبت نفسي لشرح الدكتور بس بدون ما ادور على اي مصادر ثانيه اذاكر منها، عمري ما كنت وصلت للنجاح اللي انا وصلت له ده. طبعا الفيديو اللي فات في شخص كتب لي ان هو استفاد من الفيديو وطلب مني ان انا اعمل فيديو اشرح فيه ازاي كنت بذاكر كل ماده بالتفصيل، وعلشان كده النهارده هشارككم بالتفصيل ازاي كنت بذاكر المواد الاساسيه في اول ترم في سنه اولى في كليه حاسبات ومعلومات، وايه المصادر اللي ساعدتني على اليوتيوب. اول حاجه هعرفكم ايه هي المواد الاساسيه اللي موجوده في كليه حاسبات ومعلومات ولازم تهتم بيها، لان المواد دي هي اللي بتديك المعلومات الاساسيه وهي الاساس اللي مبني عليه الاربع سنين بتوع الكليه. طبعا اي قناه هذكر اسمها في الفيديو هحط لك الرابط بتاعها في الديسكربشن، واحط لك رابط الكورس المعين اللي انا بكلمك فيه في الديسكربشن. اول ماده من المواد الاساسيه اللي موجوده في كليه حاسبات ومعلومات ماده الكالكولاس، وهي ماده التفاضل والتكامل. طبعا لو انت كنت علم رياضه فانا عايز اقول لك انك مش هتحتاج اي حاجه في الماده دي غير ان انت تحضر المحاضره والسكاشن وانك تحل مع المعيد في السكشن، لان ماده التفاضل والتكامل هي نسخه طبق الاصل من ماده التفاضل والتكامل اللي كانت عندك في ثالثه ثانوي. طيب لو انت كنت علم رياضه ومستواك كان وحش اصلا في الرياضه، او لو كنت علم علوم، بالنسبه لك الماده دي اكيد طبعا هتبقى اكتر ماده معقده بالنسبه لك، لانك اصلا من البدايه ما بتحبش الرياضه، فده السبب اللي خلاك تخش علم علوم من الاول اصلا. فانا عايز اقول لك اول حاجه خالص ان انت تشيل من دماغك فكره انك علم علوم او علم رياضه، لان في الكليه مفيش حاجه اسمها كده. لو فضلت تدي لنفسك اعذار وتقول ان انت علم علوم علشان كده الماده دي مش مهم تكون مستواك فيها عالي قوي ومش مهم تقفل فيها، فده مش هيوصلك غير لحاجه واحده بس وهي الفشل. اوعى تدي لنفسك اعذار لاي سبب مهما كان، انت بني ادم وعلم رياضه بني ادم، ومفيش حاجه زياده في علم الرياضه عنك تخليك تقول انك ما تقدرش انك تفهم رياضه. اهم حاجه في ماده التفاضل والتكامل هي القوانين، وطبعا مفيش اكتر منها في الماده دي. فانا عايز اقول لك حتى لو انت علم رياضه وحافظ القانون، عايزك تكتب كل قانون بتسمعه في المحاضره حتى لو انت معتقد انك هتفضل فاكره. مع الوقت صدقني المعلومات هتتراكم فوق بعضها وهتحس ان انت مش فاكر اي حاجه. علشان كده اي قانون تسمعه في التفاضل والتكامل سواء علم علوم او علم رياضه عايزك تسجله وتحفظه كويس جدا جدا، لان التفاضل والتكامل عباره عن قوانين. طيب ايه هي افضل قناه للكالكولاس اللي هي التفاضل والتكامل باجماع كل اصحابي اللي كانوا علم علوم او حتى كانوا علم رياضه ومستواهم وحش؟ القناه هي قناه الدكتور احمد حجاج. احط لك البلاي ليست بتاعت الكالكولاس في وصف الفيديو. بس عايز اقول لك نصيحه، مش معنى ان انا قلت لك انك تسمع اليوتيوب انك تهمل المحاضره. عايز اقول لك ان المحاضره دي اهم بكتير جدا 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 من فيديو اليوتيوب، لان في الاخر اللي بيحط لك الامتحان مش الدكتور احمد حجاج او اي دكتور هتشوف شرحه على اليوتيوب، لا، اللي بيحط لك الامتحان هو الدكتور بتاع الماده اللي موجوده عندك في الكليه. فعلشان كده بقول لك احضر المحاضره وحاول تفهم دماغ الدكتور وحاول تركز على المعلومات اللي هو بيقولها لك بس. يعني مثلا لو هو قال لك معلومات معينه ما تروحش تسمع على اليوتيوب معلومات زياده وتقول ان انت كده بتثقف نفسك او بتهيئ نفسك لاي سؤال او اي حاجه ممكن الدكتور يحطها لك. انا عايز اقول لك ان الدكتور عمره ما يحط لك حاجه من بره اللي هو بيشرحها، فعايزك دايما تكون مركز في الاجزاء اللي الدكتور بيشرحها لك وتحاول تعرف البدايه والنهايه بتاعت كل محاضره، بحيث وانت بتذاكر على اليوتيوب مش عايزك تضيع وقتك في حاجات الدكتور ما شرحهاش اصلا، علشان ما ترهقش نفسك وتستغل ده في انك توفر وقت كبير على نفسك في انك تذاكر حاجات اصلا مش هتفيدك. طيب لو في اجزاء مثلا انت مش فاهمها من الدكتور احمد حجاج، وارد جدا ان انت ما تفهمش من اليوتيوب من الدكتور احمد حجاج. في الحاله دي وفي اي حاله مشابهه تحصل معاك في اي ماده في الكليه، هتبحث باسم التوبيك، يعني هتاخد اسم المحاضره او العنوان بتاع المحاضره اللي الدكتور بيشرحها ديت وتحطه على اليوتيوب، وهتلاقي شرح كتير جدا، وساعتها هتدور على اللي يناسبك. تاني ماده اساسيه عندك وهي تعتبر عمود او اساس من اساسيات كليه حاسبات ومعلومات، وهي غالبا الاستراكشر بروجرامنج. الترجمه الحرفيه ليها هي هيكل البرمجه او اللي هي مقدمه عن البرمجه. وغالبا الدكتور اللي عندك هيستخدم لغه اساسيه من لغات البرمجه واللي هي سي او السي بلس بلس، ودي من اهم اللغات اللي موجوده في البرمجه، وبنسبه كبيره الدكتور هيستخدم اللغه دي لان اللغه دي من اصعب لغات البرمجه اللي موجوده، ولو قدرت تفهمها هتقدر تفهم اي لغه ثانيه، فغالبا الدكتور هيشرح لك بلغه سي بلس بلس. طيب ايه هي الصعوبات اللي ممكن تواجهك في اللغه دي؟ اول صعوبه وهي حصلت معانا كلنا ان اصلا الماده دي من البدايه انت اول مره تشوفها، عشان كده الماده دي هتبقى من اصعب المواد بالنسبه لك، وده الطبيعي. مش عايزك تقلق خالص وعايزك تاخد الموضوع ببساطه وما تتخضش خالص من لغات البرمجه اللي هتشوفها، وغالبا كده الدكتور اللي هيشرح لك الماده دي مش هتكون فاهم منه، لان هو من سنين خبرته في التعليم، فهو بيعتمد وبيعتقد ان انت فاهم في البرمجه، وهيجي يشرح هتحسه بيشرح لواحد فاهم اصلا. فغالبا الماده ديت انا عايزك تحضر
محاضره بس عشان تاخد معلومات عامه بس، هتعتمد بنسبه كبيره على اليوتيوب. طيب في حاله ان الدكتور استخدم لغه C++، هتعمل ايه؟ انا بالنسبه لي كانت اللغه المستخدمه هي لغه C++، عشان كده اعتمدت بنسبه 95% فيما فوق على قناه اليوتيوب بتاعه الدكتور محمد الدسوقي. وطبعا الدكتور محمد الدسوقي بيشرح شرح اكاديمي وممتاز، وان شاء الله تفهم منه لان شرح عظيم جدا جدا جدا، وما قدرتش ان انا افهم البرمجه غير منه. بس نصيحه ليك عشان تقدر تطلع باقصى استفاده من الفيديو، ان انت تبقى قاعد معاك ورقه وقلم وتكتب كل معلومه الدكتور بيقول لك ان هي ممكن تيجي في الامتحان. وعايزك ما تزهقش من طول الفيديوهات عند المستر محمد الدسوقي، لان كل دقيقه حرفيا في الفيديو ليها معنى. واللي بيميز الدكتور محمد الدسوقي عن اي قناه تانية ان هو بيهتم بالجزء الاكاديمي مش بالجزء العملي. ما اقصدش الجزء العملي يعني التطبيق، لا، يعني مثلا في قناه زي الباشمهندس اسامه الزيرو بيشرح برده نفس الحاجه، ولكن شرحه موجه اكتر للناس اللي عايزه تشتغل والناس اللي مهتمه ان هي تطبق وتعمل مشاريع وان هي تاخد الحاجه دي مسار شغل ليها. فطبعا بالنسبه للتعليم الاكاديمي وعن تجربه، لو عايز تقفل البرمجه المستر محمد الدسوقي هيكون كافي جدا ان انت تقفل اللغه. لو في نفس الوقت مهتم ان انت تتعلم الجزء العملي وتتعلم اساسيات الشغل في البرمجه وكده والجزء العملي، فانصحك باسامه الزيرو. ولكن انا اعتمدت اعتماد كلي على الدكتور محمد الدسوقي وما سمعتش اي قناه ثانيه. طبعا مهم جدا ان كل جزئيه انت بتاخدها مع الدكتور او بتشوف شرحها على اليوتيوب ان انت تطبقها مع نفسك في البيت، لان التطبيق ده بيثبت الحاجه وبيفهمك طريقه عمل البرنامج وازاي كل حاجه بتحصل خطوه بخطوه. وعايز اقول لك هنا في الماده دي بالذات ان انت لازم تسال، حتى لو مفيش اي حد قدامك بيسال وكلهم عاملين نفسهم فاهمين. بس انا عايز اقول لك ان الماده ديت اكيد انت مش هتكون فاهم فيها اي حاجه، عايزك تسال في ادق التفاصيل واصغر التفاصيل. زي مثلا اول سطر هتقابله في البرمجه هو هاش انكلود اي او ستريم. طبعا لما الدكتور او المعيد يشرح لك السطر ده هيقول لك ان السطر ده اساسي يتكتب قبل كل برنامج هتعمله. في ناس هتسمع وتحفظ وتحط الكود من غير ما تفهم، وفي ناس هتكون فاهمه هو الكود ده وظيفته ايه بالظبط، حتى لو مش هتفهم 100% هو وظيفته ايه، بس تكون فاهم كل جزئيه في البرنامج. وده هيخليك متميز عن غيرك وهيحسسك ان انت متملك من الماده مش الماده هي المتملكه منك ومتحكمه فيك وانت حافظ بس بدون ما تفهم. ثالث ماده من المواد الاساسيه معانا وهي الديسكريت ماثيماتكس، وترجمتها الحرفيه هي الرياضيات المتقطعه. طبعا الماده دي بتعتمد اعتماد كلي على المجموعات وعلاقتها ببعضها. طبعا في الماده دي بالذات محتاج تكون منظم وطريقه تفكيرك بسيطه، يعني ما بتعقدش الامور على نفسك وبتاخد كل حاجه ببساطه، لان الماده دي هيبقى فيها حاجات محتاجه تنظيم، ومع الوقت هتحس ان الماده صعبه. ولكن زي ما قلت لك مفيش اي حاجه صعبه، واي حاجه بتحس انها صعبه فانت اللي بتصعبها على نفسك. عايزك ما تقلقش خالص من اي مشكله او اي صعوبه بتواجهك، وان انت تبدا تفكر ازاي تحل المشكله، مش تبدا تعقد نفسك وتحسس نفسك ان انت مش هتقدر تكمل. طيب في ماده الديسكريت ماثيماتكس ايه القناه اللي كنت معتمد عليها اعتماد كلي وخلتني اجيب تقدير ممتاز في الماده دي؟ القناه كانت للدكتور احمد حجاج. ايوه يا جماعه، الدكتور احمد حجاج بيشرح كالكولاس وبيشرح ديسكريت ماثيماتكس. اهم حاجه برضو في الديسكريت لان فيها قوانين كتير، عايزك وانت بتسمع الشرح اي فكره او قانون او طريقه تفكير الدكتور بيقول لك عليها لازم تكتبها بالعربي وتحاول تحفظها بقدر الامكان، لان الحاجات دي هي اللي هتستخدمها معاك طول الترم. اهم حاجه في الماده دي ان انت بتكون بتحل في السكشن، ولو السكشن مش بيحل مسائل كافيه او ما بيخليكش تحل بايديك فانت لازم تحاول تحل بايدك ورا الدكتور احمد حجاج في الفيديو. تحاول توقف الفيديو وتحل بايدك، لان الماده دي محتاجه الحل بالايد. ولو اعتمدت بس على الشرح النظري ان انت تسمع الفيديو بس بدون ما تطبق بايدك، فانا عايز اقول لك ان انت كده هتضيع نفسك تماما، وفي الاخر هتلاقي ان الماده دي من اصعب واعقد المواد اللي عندك، وهتحس ان انت مش قادر تحل مشكله الماده دي ومش قادر حتى تذاكرها ليله الامتحان. رابع ماده من المواد الاساسيه وهي اهم ماده عايزك تركز عليها وهتفرق معاك جدا لو فهمتها، ودي الماده اللي كانت السبب انها عقدتني في الاول من كليه حاسبات ومعلومات، كنت مفكر ان انا مش هقدر اكمل في الكليه بسببها. هي ماده كمبيوتر ساينس فاندمنتالز اللي هي اساسيات علوم الحاسب. الصعوبه في الماده دي هي لو انت ما بتعرفش تحفظ، لان الماده دي مليانه معلومات كتير جدا، المعلومات دي بتتحفظ، فانت لو بتعرف تحفظ فالماده دي هتبقى من اسهل المواد اللي معاك. لكن لو ما بتعرفش تحفظ فهتضطر تحفظ. الماده دي بالذات عايزك تحفظ ولكن برضو تشغل دماغك وتحاول تفهم الطريقه اللي بيشتغل بيها مثلا الكمبيوتر. عايزك تتخيل كل حاجه بتتشرح لك كانها بتحصل قدام عينك، يعني اعمل فيجواليزيشن كان العمليه اللي بتتم في الكمبيوتر او الحاجه اللي بتتشرح لك دي بتحصل قدام عينك بالظبط. الماده دي هتكون بتتكون عن مكونات الهاردوير والسوفت وير، وهتكون بتعرفك الواجهه بتاعه الكمبيوتر، وهتكون بتتكلم عن الانبوت ديفايسز والاوتبوت ديفايسز. الماده دي مش صعبه على قد ما هي مليانه معلومات. برضو نفس النصيحه اللي بنصحها لك في كل ماده انك تكتب ورا الدكتور عندك نسبه كبيره مثلا 70% حفظ و30% فهم، والفهم هنا في الحاله دي زي ما قلت لك عباره عن تخيل او توقع الحاجه دي كانها بتحصل قدامك. بالنسبه لقنوات اليوتيوب اللي بتشرح الماده دي، فانا جربت قبل كده ان انا اسمع قناه الباشمهندس احمد طه
طه، وهسيب لك برده اللينك في الديسكريبشن، ولكن ما فهمتش منه قوي، ولكن كنت مضطر ساعتها ان انا اسمع الفيديو لان ما عنديش حل غير كده. لان يا شباب في الماده دي بالذات انك تذاكر من محاضره والمعلومات كتير جدا هيبقى صعب جدا، فعشان كده اضغط على نفسك حتى لو مش فاهم من الدكتور بتاع اليوتيوب. عشان كده ضغطت على نفسي بالرغم من ان انا ما كنتش فاهم 100% من الدكتور بتاع اليوتيوب، ولكن برده زي ما قلت لك شيء احسن من لا شيء. ان انا اتفرج على المحاضره ده لوحده في فايده اكيد 100%، حتى لو انا مش حاسس بالفايده دي، ولكن في فايده فعليه. عارف ان الفيديوهات بتاعت الباشمهندس احمد طه طويله شويه وممكن ناس كتير تحس بالملل فيها، ولكن في الاول وفي الاخر ما قدامكش خيارات كتير، فعشان كده معلش اضغط على نفسك في الماده دي وحاول تركز فيها، لان زي ما قلت لك الماده دي مهمه جدا جدا، ويا اما انت تبسطها لنفسك يا اما تعقدها وتحس ان انت قفلت من الكليه خلاص. فالنصيحه الاساسيه في ماده اساسيات علوم الحاسب هي الحفظ. خامس ماده من المواد الاساسيه معانا في كليه حاسبات وهي ماده الفيزيكس. الفيزياء في الماده دي غالبا كل دكتور بيستخدم الجزء الخاص بيه او بيختار جزء معين يشتغل منه، فمفيش حاجه ثابته اقدر اقولها لك غير انك لو في جزئيه مش فاهمها في الماده دي ان انت تبحث باسم التوبيك، وباذن الله هتلاقي ناس كتير بتشرح. ولكن عموما الماده دي مش هتبقى صعبه قوي لان اكيد فيها جزء كبير من الفيزياء اللي خدناها في ثانويه عامه. اهم حاجه في الفيزياء هي حفظ القوانين والتدريب، فحاول تحل مسائل كتير. اهم نصيحه في كل ماده ان في فتره الامتحانات سواء ميد ترم او فاينل ان انت تكون عامل حسابك وضايف وقت معين او سايب وقت بين المذاكره والامتحان. يعني مثلا لو الامتحان بكره وهاخد اليوم بتاع النهارده ده كله مذاكره، اعمل حسابي في ساعتين او 3 ان انا ابص على امتحانات السنين اللي فاتت بتاعه الدكتور اللي انا داخل الامتحان بتاعه ده، لان غالبا 20% او 30% من الامتحان اللي الدكتور هيحطه لك مكون من اسئله كانت موجوده لنفس الدكتور في السنين اللي فاتت. الخلاصه يا شباب ان اليوتيوب كان بالنسبه لي عباره عن دكتور اضافي، والميزه ان الدكتور ده انا اللي مختاره مش مفروض عليا زي الدكتور اللي في الكليه. قبل الامتحانات سواء امتحان الميد ترم او حتى الكويزات اللي في السكاشن كنت بعتمد على المصادر اللي انا قلتها لك النهارده في الفيديو، واوعى ابدا ان انت تدي لنفسك او تخلق لنفسك اعذار، لان زي ما قلت لك ان دي بدايه الفشل. لو الفيديو عجبك او استفدت منه باي معلومه فاعمل لايك واشترك في القناه عشان تحفزني ان انا اكمل في السلسله دي، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر ماده عايزين فيديو تفصيلي عنها وانا هعمل لها فيديو مخصوص.